عايزه اقول لكم لازم تجربوا العظمه دي، حاجه كده ما شاء الله. انا مش عارفه اسميها كيكه سحاب ولا اسميها حلا بارد. يعني هي في الاخر بصوا انتوا لازم تجربوها، لازم تجربوها، هتعجبكم قوي. عندي هنا كده كيلو من الحليب، اي نوع حليب مبستر، حليب من البرغيل، اي حاجه. وهنزل عليهم ب5 معالق نشا ومعلقتين كاستر ونص كوبايه سكر وشويه فانيليا. طبعا انا ما كترتش من السكر عشان هتشوفوا في الاخر ليه انا ما كترتش من السكر. وافضل اقلب عليها كده على النار لحد ما تبقى متماسك وتبقى معايا بالشكل ده. اول ما تمسك معايا بتبقى الشكل ده كده، اغطي وشها وادخلها في الفريزر او في التلاجة. هنزل هنا كده بنص كوبايه كريم جانتيه على كوبايه حليب كوبايه الميه متلجه، وخليه اضربهم كده في بعض لحد ما يجمدوا. هنا كان عندي الكاستر بتاعي كان جمد كده بقى، مسكته كده قعدت اقلب فيه لحد ما بقى سايل كده معايا خالص. تمام، لازم الخطوه دي تعمليها. وبعد كده اقوم جايبه الكريم جانتيه بتاعي برضه بعد ما اتمسك معايا في الفريزر شويه، واقوم حاطه شويه من دول على شويه من دول كده، واقلب الخليط كده كله على بعض لحد ما متجانس معايا بالشكل ده ويعمل معايا فوم كده. تمام، كده همسك بقى كده ايه الخليط زي ما قلت لكم كده، ايه هتجانس كده كل الخليط كده مع بعضه لحد ما يبقى فوم معايا كده. هركنه هنا كده جنب مني، واجيب كده بسكوت، اي نوع بسكوت شاي، اقوم حاطه كده ايه ربع كوبايه كده من اللبن، عليهم معلقتين سكر وشويه فانيليا. اللبن بارد او ساقع عادي، ما يجراش حاجه، اي حاجه يعني. واقوم بقى مبلله كده البسكوت فيه، واقوم حاطاه في الصينيه او في القالب اللي انت عايزه تعملي فيه ال... الوصفه دي يعني. تمام، حتى برضو الجوانب كده لو في اي حاجه كده من الجوانب كده باينه، ممكن نقدر نكسر بسكوت، او البسكوت اللي يبقى مكسر عندك تقدري تحطيه في الجوانب اللي الصغيره. واقوم نازله بنص بحبه كده من الخليط اللي احنا عملناه. ماشي، قد معلقتين 3 كده كبار. وهكمل برضو الطبق التاني كده من البسكوت اللي احنا عاملين قدامنا دوت، هنقوم بلينه كده برضو باللبن وهنعمل طبق تاني. طبعا انا هنا الصينيه عندي خدت معايا 3 طبقات. طبعا زي ما قلت لكم كده، ما بين كل طبقه والتانيه بنحط الخليط اللي احنا عملناه ده. انا هنا القالب ده خد معايا 3 طبقات من البسكوت. ممكن يكون انت عندك قالب ما ياخدش معاك 3 طبقات، ممكن ياخد معاك طبقتين، ممكن ياخد 3 4 على حسب ما انت عايزه يعني. معلش بعتذر لصوتي عشان خاطر بس هنا كان عندي برد. انا هنا سجلت الفيديو ده على مرتين، نصه كنت كويسه في المقدمه يعني، والنص التاني كنت تعبانه فيه. المهم يعني ايه، انا كده خلصت كده البسكوت اهوت. الطبقه الثالثه معايا من الصينيه دي. انا بقى كده منزله برضو كده حبه حلوين كده من الخليط ده واسويه. طبعا تقدري تعملي برضو الخليط ده، مش شرط تعمليه في صينيه، تقدري تعمليه في قوالب مثلا، كوبايات، اللي هي الكاسات زي ما انت ما عايزه. انا هنا كده كان لسه بقى عندي بقيت من البسكوت، قمت جايبه كده 3 كاسات كده، وقمت نازله عليهم بالبسكوت. وبعد كده بليت البسكوت زي ما انتم ما شفتوا كده، ونزلت عليهم بنص كام معلقه كده من الخليط. وكملت برضو